السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الفواحة الجميلة دي من خامات جميلة جدا وبسيطة قوي، من صابونة او نص صابونة. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض في الفيديو. اول حاجه هحتاجها صابونه، اي صابونه بريحه حلوه، وكمان هحتاج قماشه تل بالشكل ده كده، تكون مربعه، واي شريطه زي دي، ده اللي هو الشريط اللي احنا بنغلف بيه الحلويات، او اي شريطه ستان عندك صغيره بالمقاس ده. اول حاجه هعملها ان طبعا الصابونه هعملها شرايح بالمبشره او بالسكينه، اي حاجه. طبعا انت ممكن تستخدمي اي صابونه، مش لازم النوع ده، اي صابونه عندك باي ريحه حلوه استخدميها. دلوقتي هعمل الصابونه قطع صغيره، او هبشرها وارجع لكم. بالشكل ده كده انا قطعت الصابونه. طبعا انا عملتها بالسكينه، ما عملتهاش بالمبشره. بالسكينه عادي جدا، وبتقطعي كده الصابونه بالشكل ده كده، بتقطع معاكي بكل سهوله. وطبعا خلي بالك على ايديكي، لو مش هتعرفي تعمليها بالسكينه ممكن تعمليها بالمبشره عادي جدا بالشكل ده. وبكده اكون تقريبا اخدت نص الصابونه، وده كفايه قوي، ممكن يعمل لي فواحه او اتنين. هجيب بقى قماشة التل اللي عندي بالشكل ده كده اهو كده، وهحط الصابون ده في قماشة التل هنا كده، هحطهم كلهم بالشكل ده وهضمها كده. طبعا اللي نازل ده اللي هو الصابون الرفيع قوي، لكن القطع زي ما هو اهو. طبعا لو انت عاملاه بمبشره مش هينزل ولا اي حاجه برضو اهو. واجيب بقى الشريطه، هبدا اربط بالشكل ده كده هنا، اربطها كويس وبالشكل ده كده ربطتها كويس قوي. هجيب بقى المقص وهعمل الحروف كده تبقى بس كده. ممكن بقى اقص الزوايد اللي فوق دي كده بس بشكل عشوائي جدا. وبكده بقت الفواحة جاهزة معانا. تقدري تسيبيها في اي مكان عندك في الأوضة، هتبقى ريحة حلوة جدا. طبعا دلوقتي هشيل بواقي الصابون اللي هو الناعم قوي ده، طبعا مش هيترمي. تقدري تستخدميه في الغسيل، بيبقى حلو جدا. وبكده بتكون الفواحة خلصت معانا، وشكلها جميل وشكلها حلو قوي، وريحتها طبعا جميلة جدا. مش عايزه اقول لكم، يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. وتقدروا كمان تجربوها بالوان مختلفه، تبقى شكلها حلو يعني ديكور، وكمان في نفس الوقت فواحه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس. واشوفكم باذن الله في فيديو جديد مع اسماء، والسلام عليكم.